في الفترة الأخيرة اتكلمنا مع بعض عن التراكرز أو أدوات التتبع الصغيرة جدا اللي أنت ممكن تخليها معاك في المحفظة أو في ميدالية المفاتيح أو الكلام ده كله، وتقدر تلاقيها عن طريق الموبايل بتاعك. وشركات كتير قدمت الموضوع ده من زمان زي تشيبولو وبعدها تايل، كانوا منتشرين جدا الحقيقة، لكن كان دايما فيهم عيب كده إن الشبكة اللي عن طريقها تقدر تلاقي الأجهزة دي ما هياش منتشرة قوي، وده لغاية ما ظهر لنا الاير تاج من ابل. والحقيقة الميزة الأساسية في الاير تاج إن هي كنت عشان تلاقيها كانت بتعتمد على شبكة الابل ايكو سيستم اللي في العالم كله، كل الناس اللي معاها ايفونز ومعاها ايبادز وماك بوكس متوصله على الانترنت، وعن طريق كل الاجهزه اللي موجوده دي، القطعه الصغيره دي اول ما تلاقي جهاز من الاجهزه دي حواليها فيه شبكه على طول تعرف مكانها فين، والمكان ده بيظهر لك على طول على تليفونك عشان تلاقي حاجتك الضايعه. والحقيقه دي كانت حاجه من اكتر الحاجات اللي بتميز الاير تاج عن بقيه التراكرز اللي في السوق، لحد ما النهارده انا جاي اوري لك تراكر او اداه تتبع ثانيه كده من شركه يوفي التابعه لانكر. والحقيقه القطعه الصغيره اللي انت شايفها قدامك دي ممكن تكون بتقوم بدور زي الاير تاج بالظبط، لانها مرتبطه على نفس شبكه فايند ماي بتاعت ابل، بل وبتضيف عليها شويه امكانيات تانية كمان وبسعر ارخص بشويه حلوين. فتعالى نتكلم مع بعض شويه عن اليوفي سمارت تراك لينك. يلا بينا. صباح الخير ومساء الفل على الكل، انا اندرو وديد. ويوفي شركه الحقيقه محترمه جدا في القصه بتاعت السكيورتي والسمارت هوم والكلام ده. الشركه دي اسمها يوفي سكيورتي، تابعه لانكر زي ما قلت لك، وانا بحب انكر يعني بالاكسسوارات بتاعتهم، شواحن وما اعرفش ايه والكلام ده. ده مش اعلان الحقيقه لا لانكر ولا اليوفي، لكن ده رايي الشخص. فبدايه كده دي حاجه ادتني ثقه شويه في المنتج من قبل ما اجيبه، ولما جربته برده لقيت فيه شويه حاجات كويسه. لكن كالعاده قبل ما نخش في تفاصيل الفيديو ده، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وتدوس على زرار الجرس عشان ما يفوتكش فيديو اول ما بينزل على طول. مبدئيا تعالى نلف لفه كده في الهاردوير والتصميم بتاع هذه القطعه البلاستيكيه الصغيره من يوفي. زي ما انت شايف اول حاجه هتشوفها كده ان هي بلاستيكيه كده زي ما انا قلت لك، والحقيقه دي حاجه بتقل شويه فيها عن المنافس الرئيسي الاير تاج، مصنوع من خامات يعني بريميوم اكتر شويه. اي نعم المعدن اللي في الوش ده متخربش ومتبهدل خالص زي ما انت شايف، لكن في الاخر يعني خامات معدنيه وبريميوم اكتر شويه. تاني ميزه هتشوفها في القطعه دي ان هي ووتر ريزيستنت، ويعني اتمنى تكون شوك ريزيستنت. فالقطعه دي لو اتدلق عليها ميه ولا طرطشه ولا اي حاجه مش هيبقى فيها اي مشكله، وده الحقيقه سيناريو منطقي جدا ان انت لو معلقها في ميداليه المفاتيح او بتستخدمها في اي حاجه من الحاجات بتاعتك اليوميه، وارد ان يتكب عليها ميه ولا تقع في طينه ولا مطره ولا اي حاجه، ودي هتستحمل كويس. تاني حاجه لو بصيت على الجنب هنا هتلاقي في سهم صغير، لان في زي درج من هنا كده ممكن تطلعه لبره، وعن طريقه تقدر تغير البطاريه اللي موجوده جوه القطعه دي اللي هي السي ار 3032 تقريبا، يعني بطاريه معروفه جدا اللي هي المدوره دي، تقدر تغيرها بنفسك، والعمر الافتراضي للبطاريه الواحده لما بتحطها جوه لغايه سنه، فكمان يعني مش هتشيل هم الموضوع ده قوي. تاني فرق اساسي في التصميم عن الاير تاج هو زي ما انت شايف ان في فتحه هنا على طول، عشان لو عايز تعلقها في ميداليه او شنطه او اي حاجه بيكون الموضوع على طول مباشره مع القطعه، على عكس الاير تاج بتضطر انك تشتري لها اكسسوار ميداليه كده او حاجه جلد بحلقه او كده عشان تعرف تعلقها في مفاتيحك او في شنطه. الكلام ده مش مطلوب خالص في السمارت تراك لينك بتاعت يوفي، تقدر تعلقها على طول. بعد كده لو بصيت على الوش هتلاقي الجزء البلاستيك ده مضلع شويه، فده بيخليها ما بتتزحلقش من ايدك بسهوله، ويعني مضلعه كده زي ما انت سامع. واللوجو بتاع يوفي ده عباره عن زرار لو ضغطت عليه هتقوم بمهام معينه هقول لك عليها بعد شويه، بس يعني على سبيل المثال لو دوست دوستين هتلاقي التليفون بتاعك بيرن حتى لو معمول على سايلنت، يعني رن اطفالي سيكا بس تمام. وبعد كده لو قلبت القطعه دي على ظهرها هتلاقي فيه كيو ار كود موجود كده هنا. الكيو ار كود ده اي حد يقدر يعمل له سكان لو انت فقدت القطعه دي، فيطلع له على تليفونه على طول البيانات بتاعت صاحب القطعه اللي انت مختار ان هي تبان للشخص ده عشان يوصل لك ويقول لك ان انت ضيعت مفاتيحك او مفاتيحك معايا او شنطتك او محفظتك او ايا كان، ودي حاجه ممكن تكون عمليه في سيناريوهات كتير. طيب جميله اللفه اللي لفيناها في القطعه دي، لكن الاهم من اللفه والديزاين والكلام ده كله هي الفيتشرز او المميزات اللي في القطعه دي اللي بتخليها الحقيقه من اميز قطع التتبع اللي موجوده في السوق حاليا. اول حاجه ان على عكس الاير تاج بتاعت ابل انت تقدر تستخدم القطعه دي مع ايفون ومع اندرويد عادي جدا، ينفع ده وينفع ده، لكن الحقيقه مع ايفون الموضوع هيكون اميز شويه زي ما هقول لك. ليه بقى؟ لان يا سيدي القطعه دي انت ممكن توصلها على تليفونك الاندرويد وتنزل التطبيق بتاع يوفي سكيورتي وتستخدمها بقى زي تايل او اي حاجه، بحيث ان في شبكه من الناس المستخدمه للقطع بتاعت يوفي دي. عن طريق الشبكه تقدر تلاقي القطع بتاعتك، او يعني القطع بتعرف مين تاني
حواليها معاه قطع يوفي، والقطعه دي واصله على موبايلات صحابها، وعن طريق الكلام ده كله يقدر موبايلك يعرف من القطعه بتاعتك هي فين بالظبط عن طريق هذه الشبكه العنكبوتيه اللي انا ما افتكرش ان هي كتير قوي لكن شغاله. لكن لو انت معاك ايفون بقى تقدر تستخدم تطبيق يوفي عادي جدا بالشبكه بتاعته بالمميزات اللي فيه زي ما هوريك كده، وبالاضافه لكده تقدر تستخدم في نفس الوقت تطبيق فايند ماي اللي بيعتمد على شبكه كل مستخدمين ابل في العالم، وساعتها تقدر تلاقي القطعه دي بتاعتك بسهوله اكتر بكتير جدا كانها ايرتاج بالظبط، وتبقى خدت الميزه الاساسيه اللي في الايرتاج وهو استغلال شبكه فايند ماي. وخلي بالك انا قلت لك تقدر تستخدم التطبيقين على نفس الوقت في الايفون، وده في حد ذاته انجاز. تعال الففك لفه في تطبيق يوفي سكيورتي ونبص بصه كده برده على تطبيق فايند ماي وازاي بيلاقي القطعه دي. زي ما انت شايف هتلاقي تطبيق يوفي سكيورتي عامل كده، لو دوست عليه هتلاقيه فتح لك الحساب بتاعك اللي ممكن تعمله ببلاش عادي جدا، وعن طريق دوسه مطوله على القطعه دي تقدر تضيف السمارت تراك لينك وتسميه الاسم اللي انت عايزه، وساعتها لما تدوس عليه هيطلع لك مكانه على الخريطه وشويه حاجات بقى تانية لطيفه ممكن تستخدمها في التطبيق، زي انك تفتح وتقفل خاصيه انك تلاقي التليفون لو معمول سايلنت زي ما وريتك من شويه، او تحطه في اللاست مود لو انت ضيعت الحاجه بتاعتك اللي متعلق عليها القطعه دي، ساعتها يبتدي يدور من نفسه على اي قطعه يوفي سكيورتي حواليه ومن خلالها يقدر يعرف المكان بتاعها فين بالظبط. حاجه تانية مهمه جدا موضوع شير ديفايس، يعني لو انت عندك حد في البيت مثلا من عيلتك او قرايبك او صحابك عايز تعرفه مكان القطعه دي بالحاجه اللي هي متعلقه عليها، سهل قوي انك تشارك مكان القطعه دي مع اللي انت عايزه، وساعتها هيقدر يعرف مكانها زيك بالظبط على الخريطه عن طريق التطبيق بتاع يوفي. وكل اللي انت شفته في تطبيق يوفي سكيورتي ده تقدر تستخدمه في الايفون عادي وفي اي تليفون اندرويد عادي جدا. لكن الجزء الاهم بقى ان انت لو فتحت تطبيق فايند ماي هتلاقي اليوفي سمارت تراك لينك موجود عندك هنا، وتقدر تتعامل معاه معامله الاير تاج بالظبط، فان انت لو عايزه يرن تدوس مثلا بلاي ساوند وصوته كويس الحقيقه، ما هوش واطي قوي يعني، احسن شويه من الاير تاج لكن لسه مش اعلى حاجه في الدنيا، خاصه لو محطوط على وشه كده ومزنوق جوه كنبه هتلاقي نفسك يعني محتاج تعمل مجهود شويه عشان تلاقيه، وساعتها تقدر تستخدمه كانه اير تاج ويستغل كل شبكه الابل يوزرز اللي في العالم عشان تلاقيه. والموضوع ده لعلمك مفيد جدا لما تيجي مثلا مسافر تقدر ترمي واحده من دول في شنطه من شنط السفر عشان تعرف تلاقي هي فين، لو ضاعت في مطارات ولا حاجه تعرف تجيبها بسهوله، بالاضافه لمفاتيحك محفظتك اي حاجه، موضوع عملي جدا الصراحه. تقدر كمان تفعل خاصيه اسمها ليفت بيهايند، يعني لو انت مثلا حاططها في سلسله المفاتيح وسبت المفاتيح في مطعم ومشيت ولا حاجه، ساعتها اول ما التليفون يدرك ان مش لاقي حواليه القطعه بتاعت يوفي دي يبعت لك على طول اشعار يقول لك على فكره انت نسيت المفاتيح بتاعتك في المكان الفلاني فارجع بسرعه هاتها قبل ما تتسرق. واخر واهم ميزه في هذه القطعه بالنسبه لي هو السعر، لان القطعه دي تقريبا يعني الابل اير تاج اغلى منها مره ونص، والحقيقه دي حاجه في صالح قطعه يوفي جدا لان الاير تاج تعتبر غاليه شويه، فدي ما هيش رخيصه لكن منطقيه اكتر. يعني الواحده سعرها الرسمي حوالي 19 او 20 دولار، وكتير بيبقى عليها ديسكاونت او خصم تلاقيها مثلا ب 13 ولا حاجه، في مقابل ان الاير تاج بتبقى اغلى من كده بكتير. او مثلا علبه زي دي بيجي فيها اتنين مع بعض، انا كنت جايب الاثنين تقريبا ب 35 دولار، ده برضه يعتبر سعر كويس جدا لو قارنته بالاير تاج، مع ان انت تقريبا واخد نفس الميزات اللي في الاير تاج واكتر شويه كمان عن طريق تطبيق يوفي نفسهم. طيب هل فيها عيوب بقى جنب كل المميزات دي؟ الحقيقه فيها شويه عيوب برضه، اولها زي ما قلت لك ان هي يعني تحس انها رخيصه كده شويه، والبلاستيك يعني ما هوش بريميوم قوي يعني بالمقارنه بالاير تاج طبعا. تاني حاجه انا كان نفسي السبيكر اللي فيها يبقى صوته اعلى شويه عشان تلاقيها في سيناريوهات اكتر. عيب كمان ما اقدرش اقول عليه عيب قوي بصراحه، هو دلع اكتر موجود في الاير تاج، هو ان انت لما تيجي تلاقي الاير تاج بالايفون في الالترا وايد شيب دي اللي هي بتخليك تمسك التليفون وتبص فعلا كده ويرسم لك سهم على الشاشه يقول لك هي فين بالظبط، وتقعد تقرب لغايه ما الشاشه تبقى خضراء وتلاقيها. الكلام ده مش موجود في القطعه دي، فانت بس يا دوب هتبقى عارف هي في انهي منطقه على الخريطه وتقدر ترن عليها كمان وانت وشطارتك في انك تسمعها. وبس كده، دي كانت كل حاجه عن اليوفي سمارت تراك لينك، اسم صعب شويه تقدر تضيفه على العيوب، لكن هي البديل الافضل والارخص للابل اير تاج لو انت مش فارق معاك يعني منظر ابل الشيك. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وتدوس على زرار الجرس. ما تنساش كمان تتابعني على انستجرام وتيك توك لستوريز لحياتي اليوميه وفيديوهات قصيره لطيفه، كل الروابط هتلاقيها تحت في الوصف. لو عندك سؤال في اي حاجه او اي فكره الفيديو حابب انك تشوفه اكتبوا لي برده في الكومنتس وانا هقرا الكومنتات كلها، واشوفك في الفيديوهات الجايه. سلام.